كله. بس اهم حاجه مش هتقدروا تاخدوا جمهوره، لان جمهوره الواحد فيه ب 100 مليون من عندكم، الواحد فيه بيكوا كلكم. صدقوني والله جمهور محترم، جمهور عارف مكسب وخساره، جمهور مش بيهاجم النادي، جمهور مش مخسر بطولتين يطلع يكسر ويدمر ويطلع ويتبول في الاستاد ويشتم ويسب ويكسر وشفنا المشاكل كلها تسبب بالمشاكل، والكره وقفت والقعات كلها بسبب تعصبكم الاعمى ومخكم المقفول وديكتاتوريتكم وفكركم المنغلق. لكن نادي الزمالك عظيم بجمهوره، بس عظيم بجمهوره. خدوا اللي انتوا عايزينه، عارف زي بيقول لك خدوا المناصب خدوا المكاسب بس خلوه للوطن. خدوا المناصب والمكاسب بس خلوه الزمالك ده وطن يا جماعه، وطن بجد. يا وطننا الاول مصر وتحيا مصر واحنا كلنا في ده مصر. لكن بتتكلم على الكوره زمالك، زي ما بقول لك الله الوطن الزمالك هو كده. فانا بقول لك اهو خدوا اللي انتوا عايزينه، بس انتوا بتكيلوا ب 100 500 مكيال لغايه بر الوسيله، ده حياتكم. تركي آل الشيخ بيدفع وبيدينا حبيبنا، تركي آل الشيخ لما شتمتوه ودلوقتي بتجري وراه المليارات دي جت لكم منين يا جماعه؟ يعني ما فيش من اين لك هذا؟ يعني احنا مش بنقول منين، حاشا لله حاشا لله، انا عارف انكم ايدكم بيضه وايدكم طاهره وسليمه، وانا عمري ما بشكك عمري ما بشكك، بس المليارات دي منين يا جماعه؟ ده انت بتتكلم في 4 مليار، ده غير النادي. منين ال 4 مليار دول؟ الفلوس دي كلها جت منين؟ لقيته مغاره علي بابا؟ لقيته كنز الفراعنه؟ لقيته كنز سيدنا يوسف؟ ما عايزين نعرف. بس انا عارف ان هي فلوس حلال، اكيد مليون في المية حلال، بس برضه عايزين نعرف يا جماعه. يعني اصل هيقول لك ايه ده عضويه النادي والنادي الاهلي فتح عضويه، ده النادي الاهلي فتح عضويه 90,000 نادي، مش هيصرف دي كلها. بس ما علينا، خلينا في موضوعنا. فزيزو هو اللي خسران الى مزبله التاريخ. زيزو نادي الزمالك اللي نظفه ولبسه، ما حدش كان يعرف مين. انتوا بالله عليكم تعرفوا زيزو؟ ما حدش كان يعرف مين زيزو. زيزو اول ما جه في الزمالك ما كانش بيعرف يلعب كوره، اقسم بالله كان بيجري لحد ما يطلع بره الكوره ولا يعرف يرفع راسه. اي نعم اتطور، بس نادي الزمالك تحمله واستنده، اداله فلوس وجاب له البيت وجاب له الفيلا وجاب له السياره وجاب له كل حاجه، جاب له الصيت والسطو وعملوا بني ادم. وفي الاخر بيعض الايد يتمناها بابوه بكرش. بس انا ما بلوموش قد ما بلوم حسين لبيب اللي المفروض يمشي، حسين الخطيب اللي المفروض يمشي، لان انت كان جالك نيوم يا ابن الناس تمضي لنادي الزمالك بكذا، مش عاجبك نيوم اهو، ايه رايك؟ يلا بالسلام، وكانت خلصت الليله. لكن يمشي من عندك ببلاش ويروح للاهلي، انت فينك بقى؟ فين انت قدام نفسك وقدام كرامتك وقدام جماهيرك؟ انا لو منك استقيل، خلي بالك. انت بص اقول لك على حاجه عشان تفهم معاه حسين لبيب وبقى كل الناس اللي بتحب حسين لبيب. انت قدامك حلين. الاهلي كان بيلعب على واحد اسمه كوستا ولا اسمه ايه يا جماعه، بيلعب على كذا صفقه كده وصفقات جامده، خلي بالك. لو انت ذكر راحتهم، في واحد تاني كان اسمه كوستا ولا اسمه يا جماعه، لعيبه اسمراني كده بيلعب. لا العب على الناس دي وهاتها. هات واحد مكان زيزو، انت عندك الجيفالي مع واحد اللي هتجيبه، هات واحد مكان مصطفى شلبي وجامد، وهات راس حربه قدامك تجيب لي بس اسامي تقيله اذا انت عايز تعوضنا بقى. بس برضه لازم تتحاسب، لان انت ال 6 مليون دول كان نادي الزمالك عمل بيهم 100 صفقه، كنت جبت بن شرقي، كنت جبت 100 لعيب، كنت جبت مصطفى فتحي، جبت 100 لعيب 100 لعيب. لكن انت لازم تستقيل، لازم. وغير كده مين مدير النادي؟ انت ولا ممدوح عباس؟ لما ممدوح عباس يجي هو وياخد الصيت ويبقى هو رئيس النادي وانتهى الموضوع. لكن انت تبقى عروسه كده بتتحرك، لا. نادي الزمالك يا جماعه ربنا سبحان الله، يعني نفسنا بقى يجي لنا رئيس مجلس اداره يا جماعه يعني يليق بنادي الزمالك. فنادي الزمالك كبير غصب عن اي حد. نادي الزمالك الواحد بجمهور الاهلي كله، مع احترامي انا وجهه نظري، يعني مش بسيء للنادي الاهلي طبعا، النادي على يعني عشان نبقى متفقين، بس فعلا انا على قناعه كده يعرفوا مكسب وخساره، وجمهور مثقف يعني فاهم معنى ايه. يعني انا لو لعيب كوره بتمنى هو ده اللي يشجعني، بس مش معنى ان انا اخسر، لا. الناس دي ما بتش يعني يعني مش عايزين نتكلم بقى اللي حصل والخناقات، ولما بيخسر ماتشين بنقلب، وكولر ده كانوا بيسبوه من فتره والدنيا واللعيبه وخطيب، وسبوا الخطيب خلي بالك قسما بالله، تسب يعني عشان ماتشين 3. احنا ما بنخسرش، تحس ان هم لا انت بتحس ما تعرفش بتتكلم ازاي، خلاص طلع لك موس من بقه. فاهمني؟ يقول لك يا عمي الكوره مكسب وخساره، ريال مدريد بيخسر من طوب الارض، السيتي بيخسر من طوب الارض، ومع ذلك الجماهير بتروح يتعلموها. احنا كده ناس راقيه، ناس راقيه بنحب ده. خدوا المناصب خدوا المكاسب بس خلوا لي الوطن. الله الوطن الزمالك بس. خدوا المناصب خدوا المكاسب بس خلوا هو ده الزمالك، عشق لن ينتهي. قصه قسما بالله هو اللي بيزعلني وهو اللي بيفرحني، هو ده بس. يعني ما فيش حاجه زي كده. انت بقى واسالوا نفسكم، انتوا بتاخدوا بطولات فطبيعي، يعني زي واحد غني الناس بتحبه طبيعي بفلوسه،
لكن لما يبقى واحد على قده فقير والدنيا مره معاه مره 20 مره مش معاه والناس بتحبه، يبقى في حاجه عظيمه. الراجل ده بيتحب ليه؟ اللي عشانه هو بس، مش عشان اللي وراه. وربنا بدخل ساعات بسوس اللي هي في التيك توك والناس دي وبعض المنصات، بدخل اتكلم معاهم، لا 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 ما ينفعش اتناقش معاهم. حد الله حد الله حد الله. يعني لا 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 لا, لا يعني عارف على لا 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 لا, لا مش هتكلم لا عشان ما تعصبش. فنادي الزمالك نادي عظيم، انت اللي خسرت يا زيزو في مزبله التاريخ انت. وخلي بالك انت في الاهلي وربنا ما هتلعب كور، والله والله ما هتلعب. وافتكر الكلام، وافتكر هذا قسما بالله ان زيزو في الاهلي مش هيدي 1/10 من اللي اداه للزمالك. وافتكروا كلامي، وبكره هيقعد. وخلي بالك زيزو هيعمل مشاكل في اوضه اللبس، غرفه اللبس مليانه مشاكل في النادي الاهلي. خلي بالك يعني، خلي بالك يعني. بن شرقي خد، هيجي تريزيجيه هيقعد بن شرقي. يا اما هتلعب بن شرقي فين بقى؟ هتلعبه فين؟ زيزو جه، زيزو هيقعد ولا بن شرقي؟ هتلعب ده مين هنا؟ زيزو. طيب خلاص يبقى حسين الشحات. نشوف الايام الجايه رايحه على فين. المهم انا مش طالع ولا فارقه معايا، الباب مفتوح. اللي عايز خد ال 11 لعيب، خد الفرقه كلها. هنلعب بالعيال الصغيره الناشئين، هنجيب بص عيال في الكي جي 1. نادي الزمالك كبير ما بيقفش على حد، جمهوره عظيم، جمهوره بالملايين. نادي الزمالك يعني قصه لن تنتهي، عشق لن ينتهي، عشان نبقى متفقين يعني. ولا فعلا فعلا لطفوا بيسمعك الكلمه دي، خدوا المناصب خدوا المكاسب بس خلوه الوطن. فعلا احنا الله الوطن الزمالك، الله الوطن الزمالك، واحنا مع وطننا وعلى راسنا مصر ونفديها بروحنا. ناس منتمين لوطننا، بنحب بلدنا، مش بنحب سين اللي كان فين وبنشيله على راسنا من فوق وهو ضد بلدنا. ها؟ ولو انت عارفين لو ما بنجيب سيرته بيكهربهم لانه رمزهم، لانهم غالبيتهم كده، غالبيتهم كده. اوعى تتكلم عليه، اوعى. انت عندك ادله؟ انت فاقس ادله؟ ده طالع بصوت وصوره ان انا معاهم وبدعمهم وبعمل وقاعد هناك، وعمره ما قال كلمه على بلدك، عمره ده كان جنودك بتموت ما طلعش قال حاجه عليه يا اخي. ده ضفر الجيش بيدته بيه وباهله. بس ومع ذلك احنا وطنيين، نادي الوطنيه وطنيه. لغوا عقولهم وبقى الكوره دي اهم من بلدك. الكوره دي اهم من بلدك. هيقول لك بس لا ده هو لا مفيش حاجه نهائيه عليه. طب ده انت سامع وشايف، ده انت في ناس تانية كتيره في المؤتمرات طالعه بنفسها، طالعه في المؤتمرات وبتتكلم. اذا كان رئيس كوره مدير الكوره او واحد بقى، مش عايزين نتكلم بقى اسامي عشان بقى احنا بندي الكلام في المداري لان انا مش بحب. فهو ده الوطن بقى، الوطن محدش اعلى منه. مصر مفيش حد اعلى منها، جيش مصر مفيش حد اعلى منه، رئيس مصر مفيش حد اعلى منه، على راسنا كلهم وشرطتنا. لكن حد واد ابن مش عارف ايه عايش فين ويطلع يهلفط بكلمتين وانتوا وراه. الله عليكم يا نادي الوطنيه، والله انكم عسل، قسما بالله عسل. ولما تيجي بس تتكلم لا ما اسمحلكش انك تذكر اسمه. دي كلها افتراءات. انت عندك اثبات تتكلم عنه؟ اثبات يلا يا ابن الايه، يلا ده في الفيديو، يلا طالع ليه النهارده فيديوهات قبل ما تقول لي بقى فوتوشوب وتركيب، ده من زمان. هو وناس كتير عندكم، ناس كتير في مؤتمرات وانا بيطلعوا ويدعموا وكده، فاهمينه؟ انتوا فاهمين الكلام واصل لكم؟ ها؟ بس ما علينا مش ده موضوعنا. الزمالك كبير وسيبقى الزمالك لو اللي حصل. انتوا عارفين طول ما الشعار ده موجود، انتوا ناس تاخدوا الشعار كمان. بس نادي الزمالك برضه انت بتكبر ببطولاتك، عايز توصل لي، بس انا هفضل كبير حتى لو بدون بطوله، لان الكبير كبير من جوه مش بفلوسه ولا بنفوذه. السلام عليكم.